المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. دعم جمعية معاقي الحرب، دورة تأهيلية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الجنوبي، صيانة طريق عد قيح الشراء. أمريكا تقول أنها ستفرض المزيد من العقوبات على إيران. أمريكا تتخلص من أشلاء زعيم تنظيم الدولة. وقاتلان وعشرات المصابين بسبب زلزال قوي في جنوب الفلبين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. حصلت جمعية معاقي الحرب دعما عينيا من فروعها المعاقين في ألمانيا بيوظفوا لعيادة معسكر دندن، ويشمل الدعم 4 ثلاجات و4 مواقد غاز و4 مواقد كهربائية و4 عصارات وأثاثات وضع الأدوات المنزلية. وأوضح مسؤول الجمعية الإريترية لمعاقي الحرب فرع ألمانيا سيد حسين خليفة أن الدعم تم جمعه من الجالية الإريترية في مدينة بابلينغ وضواحيها. وقال مسؤول عيادة دندن خبير الطب الطبيعي سيراك قبل مسقال إن الدعم يساعد في عملهم، وشكر المواطنين في الداخل والمهجر للمساعدات التي يقدمونها. ودعم مسؤول جمعية معاقي الحرب فرعي السويد وهولندا في مراسم تسليم الدعم السيد تخسيف الساهية والسيد يوهانس مبرهتو أن دعم المعاقين ليس مسؤولية الحكومة وحدها، وعلى المواطنين في الداخل والمهجر تعزيز مساهماتهم. وظلت جمعية معاقي الحرب تحصل على مساعدات الأسرة والأفرشة والعكازات والكراسي المدولبة والدراجات والمواد المفيدة لأعضائها. نظمت جمعية ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في الإقليم الجنوبي دورة تأهيلية في الفترة من 22 وحتى 25 من أكتوبر في مدينة مندفرة لرعاية الأطفال المعاقين ذهنيا وجسديا. وتضمنت الدورة التأهيلية التأثير السلبي للعزل والنظرة المتخلفة على ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية والعناية العلمية. وأوضحت مسؤولة الجمعية في الإقليم السيدة جنة مسلي أن الهدف من الدورة هو رفع وعي ومعرفة المجتمع المدني، داعية أولياء الأمور لإرساء أبنائهم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدرسة المفتوحة لهم. من جانبه أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في مدينة مندفرة سيد سلمون رسوم أهمية الدورة التأهيلية المقدمة، داعيا الآباء المشاركين في الدورة لنقل المعرفة المكتسبة إلى الآخرين. وتضم جمعية ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية فرع الإقليم الجنوبي 635 عضو مسجل. يقوم سكان ضاحيتي حرات وعد اللج بمديرية عد قيح بصيانة طريق عد قيح الشرى البالغ طوله 22 كيلومترا، وكان الطريق قد جرفته السيول وتجري صيانته بتوظيف 3 دوزرات. وأوضح أعضاء لجنة التنمية المتابعين لعمل الصيانة أن الطريق سيخدم بعد إنجازه 15 قرية. وذكر المشاركون في أعمال الصيانة أن الطريق يمكنه تقديم الخدمات حتى مديريتي صرونة وميعين، مطالبين الدعم الحكومي في الأماكن التي تكون فوق قدراتهم. أفاد مراسل وكالة إرينا اتخاذ مبادرة لتخفيف الضيق ورفع عيادة حشيشة بمديرية حقات. وقال مسؤول العيادة الممرض منصور أبو بكر لوكالة إرينا أن العيادة كانت تواجه ضيق الغرف لخدمتها 15 قرية في المنطقة، مشيدا بمبادرة السكان. وأشار إلى أن الأعمال جارية لصيانة 3 غرف لانتظار الحوامل والأمهات حديثات الولادة. وذكر ولادة 226 امرأة في العيادة في الأشهر ال9 الماضية، فيما بلغت نسبة تطعيم الأطفال 75%. وتقدم عيادة حشيشاي التي يعمل بها 6 كوادر صحية الخدمات لسكان ضاحية حشيشاي وكذلك ضاحيتي بادوب وشلاب.
نظم قسم السياحة في الإقليم الجنوبي سيمينار في عد قيح لأصحاب وعمال المرافق الخدمية تركز حول تطوير خدماتهم. ودعت المدير العام لقسم السياحة في الإقليم السيدة أسمرة أبرهة المرافق الخدمية في المديرية تقديم خدمات جيدة للزبائن والجودة العالية في عملها. وحث مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد في القسم السيد جبرهوتو والدو المرافق الخدمية لتكون اللوحات والملصقات التي تستخدمها تعكس التراث والتاريخ. وأكد المشاركون على العمل لتصحيح النواقص والقصور. وقال مدير مديرية عبد الغني السيد هبتيتس فازجي إن على المرافق الخدمية تصحيح القصور بالقدرات الذاتية والتعاون مع الجهات المعنية. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من تلفزيون دولة إريتريا، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم. قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي. وأدلى مونشين بذلك أثناء جولة في الشرق الأوسط تشمل زيارة إسرائيل والسعودية. وأدت العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 معها إلى تقليص عائداتها النفطية وقطع الروابط بين البنوك الإيرانية والنظام المالي العالمي. ولم يذكر مونشين تفاصيل عن الخطوات الجديدة المتوقع اتخاذها. وأدلى الوزير الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين في القدس بينما كان يقف بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حثه على زيادة الضغوط على إيران. وتحاول واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي وقف صادرات إيران النفطية شريان الحياة لاقتصادها. وتنفي الجمهورية الإسلامية السعي لامتلاك سلاح نووي. وقال نتنياهو الذي عارض بشدة الاتفاق النووي إن تشديد العقوبات يمكن أن يقلص قدرة إيران على تطوير سلاح يمكنه تهديد أي دولة في الشرق الأوسط. اعتقل شخصان أثناء الغارة الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في مخبئه في سوريا، وهما محتجزان حاليا لدى الولايات المتحدة وفقا لوزارة الدفاع البنتاغون. وقال الجنرال مارك مايلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي إنهما محتجزان في منشأة آمنة. وأعلن أن أشلاء البغدادي تم التخلص منها وأنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لنشر صور عملية قتله. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن بعد الصور التي التقطت للغارة التي استهدفت البغدادي قد تنشر. وقتل البغدادي بعد تفجير حزام ناسف عقب الفرار إلى نفق أثناء مطاردته كلاب الجيش الأمريكي له وفقا لما أعلنه ترامب. أعلن مسؤولون فلبينيون مقتل شخصين جراء زلزال بقوة 6.6 درجات ضرب جنوب البلاد وتسبب بإصابة العشرات بجروح وتضرر أبنية في منطقة لا تزال تعاني من آثار زلزال سابق وقع قبل أسبوعين. وفر المواطنون المذعورون إلى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إنها ضربت جزيرة مينداناو في الوقت الذي كانت المدارس والمكاتب تفتح أبوابها. وكانت الهيئة الأمريكية ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، كما أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي. ولا تزال المنطقة تعاني من آثار زلزال ضرب بقوة 6.4 درجات قبل أسبوعين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعشرات المباني. والفلبين جزء من حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي. الخبر الأخير في هذه النشرة: أنجبت تيان وهي طبيبة متقاعدة تبلغ من العمر 67 عاما رضيعة في مستشفى زاوغان في مقاطعة شاندونغ. وبحسب ما أعلنه التلفزيون الصيني الرسمي أصبحت تيان أكبر أم في الصين تحمل وتنجب طبيعيا.
وقالت متحدثة باسم المستشفى إن تيان حملت بشكل طبيعي مستخدمة معرفتها الطبية لإدارة علاجات الخصوبة الصينية التقليدية. وتم توليد الرضيعة عبر عملية قيصرية حيث بلغ وزنها 2.56 كيلوغرام عند الولادة، وتم نقل الأم والرضيعة إلى وحدة العناية المركزة مباشرة بعد الولادة، وعادت المؤشرات الحيوية لطبيعتها لكلاهما بحسب مصادر المستشفى. هكذا انتهت النشرة مشاهدينا الأكارم، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله وإلى اللقاء.